في يوم من الأيام أب اتفق مع سواق توك توك إنه يجي كل صباح يوصل أولاده للمدرسة. الأب كان مطمن ومش بيسأل كتير، لكن بعد كام يوم حب يعرف رأي أولاده. قال لهم: إيه رأيكم في السواق؟ مريحكم؟ رد ابنه الكبير وقال: يا بابا، هو محترم جدا، بس في كل مرة بيجيب معاه طفل صغير يقعد معانا. الأب استغرب شوية وقال: يمكن الموضوع صدفة أو ظرف عابر. عدت الأيام وسأل تاني: لسه بيجيب الطفل؟ قالوا له: أيوة يا بابا، بس بصراحة إحنا حبيناه جدا، ده دايما بيضحك وبيخلينا مبسوطين في الطريق. الأب قرر يواجه السواق ويسأله بنفسه. وفي آخر الأسبوع وهو بيديله الأجرة قال له: متشكرين يا ريس، الأولاد مبسوطين جدا معاك، بس عندي سؤال، الطفل اللي بيركب معاهم ده مين؟ السواق ابتسم وقال: ده ابني الصغير يا باشا، عنده 2 سنين. البيت اللي عايشين فيه مش آمن ومقفول كويس، وأنا بصراحة بخاف أسيبه لوحده. الأب اتأثر جدا وقال له: لا يا أخويا، هو مش مضايق ولادي، بالعكس دول بيحبوه جدا، ولدرجة إنهم اشتروا له ألعاب وهدوم مخصوص عشان يفرح بيهم. السواق ساعتها عينه دمعت وقال: ربنا يبارك لك في ولادك يا باشا، ويجعلهم سبب في سعادتك زي ما فرحت قلبي. العبرة: الرحمة بتبان في تفاصيل صغيرة، واللي يرحم الناس ربنا يرحمه. صلوا على النبي.